السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله جايه لكم فيديو جديد بنعمل مع بعض البيتزا. احنا مش اول مره نعملها، عملنا البيتزا قبل كده مرتين معاكم، وعملنا طريقه عجينه البيتزا. بالمكونات بتاعتها سهله جدا وبتطلع ما شاء الله زي بتاعه المحلات واحسن. هنقول العجينه تاني على السريع عشان الناس اللي ما شافوهاش قبل كده. معانا نص كيلو دقيق، ونص معلقة من الملح، ونص معلقة من السكر، ومعلقة كبيرة من الخميرة، وكوبايتين مية دافية او كوباية ونص على حسب العجينة ما بتاخد معاكي مية. ومعانا 3 أو 4 معالق زيت. بنخلط المكونات مع بعض وبنعجن العجينة بتاعتنا ونسيبها تختمر لمدة نص ساعة او ساعة. كل ما نسيبها تختمر بيكون احسن، وبتطلع العجينة معانا لينة وجميلة جدا. بعد كده بقى بنعمل الصلصة بتاعتها زي ما انتم شايفين كده وبنفردها. انا كنت عاملة العجينة ومجهزاها. هنعمل الحشو بتاعتنا معاكم. انا هنا جبت طبعا هحشيها صدق. كان عندي بواقي صدق كده في الفريزر، وجبت بصلة وفلفل وشوحتهم كلهم على النار، ورشيتهم بقى كده فوق البيتزا اهو، بوزعهم متساوي. طبعا انا ما كنتش مجهزه خالص ان انا اعمل بيتزا، لكن ابني بصراحه قعد يزن عليا ماما عاوز بيتزا، ماما عاوز بيتزا، فقلت اعمل بالمكونات الموجوده عندي. او وزعت الحشو بتاعنا على البيتزا كلها اهي. بعد كده بقى ايه، بنجيب الجبنه بتاعتنا. انا كان عندي حته جبنه موتزاريلا باقيه معايا في الفريزر برضو، طلعتها تفك حتى تلاقوها طريقة كده وماسكة ببعضها. بحاول افتتها بقى وبرشها على الوش كده بالتساوي عشان لما تسيح تبقى ايه واخدة البيتزا كلها. حبايبي اللي لسه مشتركوش في القناة ياريت تدوسوا اشتراك ولايك للفيديو، وقولوا رأيكم في كومنت. ولو عايزين طريقة العجينة خشوا على الفيديو القديم هتلاقوا فيه الطريقة بالظبط. بعد كده بكون محمية بقى الفرن بتاعنا على درجة 180، وبحط فيه البيتزا بتاعتنا. وكده البيتزا بتاعتنا جهزت وطلعتها من الفرن، يا دوب ما بتاخدش ربع ساعة بالظبط على نار هادية. شايفين الشكل يا جماعة؟ جميل جدا ما شاء الله اهو. والعجينة بتاعتنا جامدة جدا بصراحة. بنبدأ بقى نقطع البيتزا هي حتت معاكم. انا بقطعها كده مثلثات، وبعدين برد اقطع المثلث قطعتين كمان عشان ولادي يعرفوا ياكلوها. يا رب الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة. طبعا بقى بوزع الكاتشب كده، هعمل الكاتشب على النص ويسيب قطعتين او 3 منها من غير كاتشب عشان الكاتشب ده حار، عشان ولادي يعرفوا ياكلوها متبقاش حامية قوي عليه. لو عجبتك الطريقة قولي في كومنت ودوس لايك للفيديو.